أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. في الفيديو ده هنتكلم عن عيد من أهم وأعظم أعياد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، وهو عيد حلول الروح القدس اللي بيطلق عليه عيد العنصرة أو عيد العنصرة. اليوم ده مش مجرد مناسبة بنحتفل بيها وخلاص، ده يوم بيكمل تدبير الخلاص العظيم اللي صنعه ربنا يسوع المسيح للبشرية كلها، وبيعتبر يوم ميلاد الكنيسة وانطلاقها بقوة الروح القدس. لما نفهم العنصرة كده إنها بتكمل الفداء ويوم ميلاد الكنيسة، ده بيعلي من قيمة العيد وبيخليه أساس خطة ربنا للخلاص. عيد العنصرة من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، يعني الأعياد اللي مرتبطة مباشرة بأحداث خلاصية في حياة ربنا يسوع المسيح. العيد ده بيجي بعد 50 يوم بالتحديد من قيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات، و10 أيام بالظبط من صعوده للسماوات. كلمة عنصرة نفسها ليها معنى كبير جدا، هي كلمة يونانية الأصل بنديكوستي، ومعناها 50. الاسم ده بيوضح إن العيد بيجي بعد 50 يوم من قيامة السيد المسيح. العيد ده ليه أسماء تانية زي عيد ال50 أو عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، والأسماء دي بتورينا أصول اليهودية القديمة. زمان اليهود كانوا بيحتفلوا بعيد اسمه عيد الأسابيع أو شافوعوت، وده كان بيحتفلوا بيه بعد 50 يوم من عيد الفصح اليهودي. في الأول العيد كان ليه طابع زراعي، يعني كان عيد شكر على حصاد القمح، وفيه الشعب كان بيقدم أول حصادهم لربنا كعلامة شكر وامتنان. ومع الوقت المعنى الديني للعيد ده عند اليهود اتطور وبقى تذكار لاستلام الشريعة والوصايا الإلهية من ربنا على جبل سيناء على إيد موسى النبي. أما في المفهوم المسيحي حصل تغيير كبير في معنى العيد ده، فبينما كان عيد ال50 اليهودي بيرمز لاستلام الشريعة المكتوبة على ألواح حجرية، جه عيد العنصرة المسيحي علشان يعلن حلول الروح القدس اللي بيكتب الشريعة الجديدة في القلوب. التحول ده من القانون الخارجي للنعمة اللي جوانا ده تطور لاهوتي عميق. وعمل الروح القدس مش بس بيدي قوة، ده كمان بيخلي علاقتنا بربنا أعمق وأقرب. والطاعة بتيجي من قلب متجدد مش مجرد التزام خارجي، ده بيخلي تجربة العنصرة المسيحية مختلفة وأعمق من اللي قبلها اليهودية. وعن الأصل التاريخي لعيد العنصرة، بحسب سفر أعمال الرسل بيحكي في الإصحاح الثاني قصة مليانة قوة وتغيير. بعد ما ربنا يسوع المسيح صعد للسماوات، التلاميذ والعذراء القديسة مريم ومجموعة من المؤمنين اتجمعوا في علية صهيون، وعلية يعني أوضة صغيرة فوق في أورشليم. كانوا بيصلوا ومستنيين الوعد اللي ربنا يسوع قال لهم عليه إنه هيرسل المعزي أو روح الحق. فضلوا يصلوا ويعتكفوا لمدة 10 أيام كاملة بعد الصعود. وفي يوم ال50 وبالتحديد الساعة 3 بعد الظهر أو الساعة 9 حسب توقيت اليهود، حصلت حاجة عظيمة. فجأة جه صوت من السماء زي صوت ريح قوية جدا، وملأ المكان كله اللي كانوا قاعدين فيه. بعد كده ظهرت لهم ألسنة متقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد فيهم، وكلهم امتلأوا من الروح القدس. بعد كده حصلت معجزة غريبة، التلاميذ بدأوا يتكلموا بلغات تانية زي ما الروح القدس اداهم القدرة انهم يتكلموا. في الوقت ده كان في أورشليم يهود أتقياء من كل مكان. لما الخبر انتشر الناس اتجمعت وحصل لهم ذهول وحيرة، علشان كل واحد فيهم كان بيسمع التلاميذ بيتكلموا بلغته الأصلية عن أعمال ربنا العظيمة. في اليوم ده الكل شاف ان القديس بطرس وقف ووعظ وعظة قوية جدا، شرح فيها ان اللي حصل ده تحقيق لنبوءة يوئيل النبي عن حلول الروح القدس، ودعا الناس للتوبة والإيمان بربنا يسوع المسيح. والنتيجة كانت مذهلة جدا، حوالي 3000 شخص أمنوا في اليوم ده وتعمدوا، وبكده اتأسست الكنيسة المسيحية وبدأت رسالتها تنتشر للعالم كله. اللي حصل في عيد العنصرة كان تحقيق دقيق لنبوءة يوئيل النبي اللي بتقول: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. بحسب سفر يوئيل الإصحاح الثاني الآيات من 28 ل 29. التحقيق ده بيأكد إن حلول الروح القدس ما كانش حدث عادي، ده كان جزء أساسي من خطة ربنا الأزلية لخلاص البشرية. والروح القدس هو القوة الحقيقية اللي بتحيي وبتدينا الحياة الروحية، هو اللي بيدينا القوة اللازمة للخدمة والكرازة والشهادة للمسيح.
ومن غيره كل مجهودات الخدمة بتفقد معناها. دور الروح القدس أكبر من مجرد حدث تاريخي، ده هو المحرك الدايم للكنيسة ولكل مؤمن، هو القوة المستمرة اللي بتمكن وبتوجه وبتسند المؤمنين والكنيسة كلها في رسالتها وحياتها الروحية. ده معناه إن الروح القدس مش عطية بتتاخد مرة واحدة، ولكنه سكنة وتمكين وامتلاء مستمر. الروح القدس مش بس بيدي قوة، ده كمان بيوزع مواهب مختلفة لكل واحد في الكنيسة، زي موهبة الوعظ أو الخدمة أو عمل المعجزات أو أي خدمة تانية، وكل ده علشان نبني جسد المسيح ونخدم بعض. بس الأهم من المواهب دي هي ثمار الروح القدس اللي بتشمل المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفف. التركيز على الثمار بيورينا إن الروح القدس بيشتغل على تغيير شخصية المؤمن من جواه، لكن المواهب ممكن تكون خارجية ومؤقتة، أما الثمار فهي بتعكس قلب متغير واتحاد أعمق مع ربنا. الفهم ده بيدعي المؤمنين إنهم يدوا الأولوية لزراعة الفضائل والقداسة اللي جواهم. فالروح القدس هو اللي بيرشدنا لكل حق، وهو اللي بيفهم المؤمنين كلام ربنا وبيفكرهم بوصايا المسيح، هو اللي بيقوي المؤمنين في الضيقات والتجارب وبيخليهم يقدروا يعيشوا الإيمان بفرح وقوة. في يوم عيد العنصرة الروح القدس أظهر لينا قدرته على توحيد البشر من كل لغة وجنسية. الحدث ده عكس تماما اللي حصل في برج بابل لما الشعوب اتفرقت بسبب بلبلة الألسنة. أما في العنصرة الروح القدس جمع الناس في جسد واحد وهو جسد المسيح، وخلاهم يتكلموا بلغة واحدة هي لغة المحبة والسلام والفرح. برج بابل كان محاولة بشرية للمجد الذاتي أدت للتفتت والانقسام، أما العنصرة فهي عمل إلهي لتوحيد البشرية من خلال الروح القدس علشان نبني برج محبة بدل برج بابل. ده مش بس بيتجاوز حواجز اللغة، ده كمان بيتجاوز الكبرياء البشري والأنانية اللي بتسبب كل أنواع الانقسام. الكنيسة بقوة الروح القدس مدعوة إنها تكون شاهد حي للوحدة دي في عالم متفتت، ودي دعوة للمؤمنين إنهم يسعوا بنشاط للمصالحة والتفاهم والوحدة بعضهم مع بعض. والريح القوية اللي ظهرت في يوم العنصرة بترمز لعمل الروح القدس الخفي والقوي. زي ما الريح ما بنشوفهاش بس بنحس بقوتها وتأثيرها، الروح القدس بيشتغل جوه المؤمنين من غير ما يتشاف، بس نتائجه بتبان بوضوح في حياتهم، في تغيير السلوك، قوة الإيمان، السلام الداخلي. ده بيوضح إن عمل الروح القدس زي الريح غالبا بيكون مش مرئي في طريقة شغله، لكن أثاره ما نقدرش ننكرها. ده بيدعي المؤمنين إنهم يميزوا حضور الروح وعمله من خلال ملاحظة التغييرات اللي بتحولهم والثمار الروحية في حياتهم وكمان في الكنيسة، بدل ما يدوروا على مظاهر جسدية درامية. أما ألسنة النار اللي استقرت على الرسل فليها معاني رمزية كتير. 1. التطهير، بترمز للنار المطهرة اللي بتحرق الخطية وبتطهر المؤمنين. 2. الغيرة المقدسة، بترمز للغيرة المقدسة لمجد ربنا اللي بتحرك المؤمنين وبتدفعهم بحماس ناحية الكرازة ونشر الإنجيل. 3. المحبة الإلهية، بترمز للمحبة الإلهية النارية اللي اتسكبت في القلوب. المحبة دي ليها قدرة أنها تحول طبيعة الإنسان زي ما النار بتحول التراب لذهب. المحبة دي هي أساس عمل الروح القدس في التطهير وإشعال الغيرة المقدسة. 4. النور، بترمز للنور اللي بينور العقول والقلوب علشان نفهم الحق الإلهي. نار الروح القدس هي تعبير عن محبة ربنا الشديدة والمطهرة. المحبة دي هي مصدر قوة الروح علشان تطهر الخطايا وتشعل الغيرة المقدسة لعمل ربنا. ده معناه ان التحول الروح الحقيقي والغيرة المقدسة بيجوا من اختبار وتلقي محبة ربنا العميقة، وده بيدعي المؤمنين انهم يفتحوا قلوبهم للمحبة الإلهية دي علشان تطهرهم وتشعل فيهم الشغف بربنا ورسالته. كمان عيد العنصرة بيعتبر كمان عيد الثالوث القدوس، ففيه بنحتفل بإعلان الآب والابن والروح القدس للبشرية بشكل كامل. الآب أرسل الروح القدس، والابن وعد بيه، والروح القدس حل بقوة. فالعيد ده بيبرز أدوار كل أقنوم من أقانيم الثالوث القدوس اللي هي أدوار نشطة ومميزة وفي نفس الوقت موحدة في إتمام الخلاص وتأسيس الكنيسة. الآب بيرسل الروح القدس، والابن بيوعد وبيصعد علشان يفتح الطريق، والروح بينزل
علشان يسكن في المؤمنين ويمكنهم ويبكتهم. ده بيعمق فهمنا لربنا كثالوث علاقي بيشارك بنشاط في خلاص البشرية، وبيقدم صورة أكمل لطبيعة ربنا وخطته للبشر. في يوم العنصرة اتولدت الكنيسة كجسد للمسيح، وبدأت رسالتها الكرازية في العالم كله. الروح القدس هو اللي بيخلي المؤمنين أعضاء حية في جسد المسيح، وبيديهم القدرة إنهم يكونوا شهود ليه لحد نهاية الزمان. وعن الاحتفال بعيد العنصرة، فطقس عيد العنصرة بيكون بالطقس الفريحي مليان ألحان مبهجة. ده بيعكس طبيعة العيد كعيد فرح وسلام، علشان الروح القدس هو اللي بيحل وهو اللي بيدي الفرح السماوي. وعيد العنصرة بيكون في نهاية فترة 50 المقدسة، وهي 50 يوم اللي الكنيسة بتعيش فيها فرح القيامة، وبتكون من غير صوم أو مطانيات. وفي اليوم اللي بعد العنصرة يعني يوم الاثنين بيبدأ على طول صوم الرسل المبارك، اللي المؤمنين بيشاركوا فيه الرسل في صومهم وصلواتهم استعدادا لخدمتهم الكرازية. ومن أهم طقوس عيد العنصرة هي صلوات السجدة، اللي هي عبارة عن 3 سجدات، وبنصليها بعد الظهر حوالي الساعة 3 العصر، أو بحسب التوقيت اليهودي الساعة 9. في الصلوات دي المؤمنين بيسجدوا قدام ربنا كعلامة على خضوعهم الكامل ليه، وبيطلبوا نعمة الروح القدس. وعن شرح صلوات السجدة بالكامل هيكون ليها فيديو مخصص تابعوه على القناة. كمان من ضمن الطقوس المميزة في قداس عيد العنصرة إنه ما بيتقريش فيه السنكسار، اللي هو الكتاب الذي يحوي سير القديسين، وده بيرجع لأن إشراق القيامة بيحجب فيه الكواكب والنجوم. فقيامة المسيح هي شمس البر التي أشرقت، والممارسة الطقسية دي ليها دلالة عميقة. ففي يوم العنصرة شمس البر اللي هو قيامة المسيح بتشع بقوة، وحضور الروح القدس اللي هو مصدر كل قداسة في القديسين بيكون طاغي ومحتفل بيه، لدرجة إن مفيش داعي لأي نور تاني أو شهادة بشرية تنور اليوم ده. وبيكون ده يوم بنمجد فيه مصدر كل قداسة بشكل مباشر. ده بيوجه انتباه المؤمنين بعيدا عن إنجازات البشر حتى لو كانت للقديسين ناحية القوة الإلهية والنور اللي جاي من قيامة المسيح والروح القدس. وده بيأكد أهميتهم القصوى كمصادر أساسية للاستنارة الروحية والحياة الروحية. فعيد العنصرة دعوة لكل مؤمن إنه يجدد إيمانه ويطلب امتلاء الروح القدس في حياته اليومية. الروح القدس بيسكن في المؤمنين من المعمودية والميرون، بس محتاج دايما باستمرار لنار تولعه جوانا بالصلاة المستمرة والتوبة الصادقة وحفظ وصايا ربنا، لأن نار الروح القدس بتكون دايما مستخبية وموجودة في القلوب اللي بتعرف ازاي تولعها بالصلاة والتواضع والمحبة. الروح القدس بيدي المؤمنين الشجاعة انهم يكونوا شهود لربنا يسوع المسيح في كل مكان، وانهم يعلنوا ايمانهم بكل جراءة وشجاعة. الإيمان المسيحي مش مجرد حاجة فردية، ده قرار إن المؤمن يكون مع المسيح علشان يعيش بيه ويبشر بيه. لما الروح القدس بيسكن في المؤمنين حياتهم بتتغير، وبيبدأوا يظهروا ثمار الروح في تعاملاتهم اليومية: محبة للكل، فرح حقيقي، سلام داخلي، صبر وطول أناه، لطف في التعامل، صلاح في أعمالهم، إيمان ثابت، وداعة في كلامهم، وكمان تعفف في تصرفاتهم. دي هي العلامات الحقيقية لعمل الروح القدس في حياة المؤمن. في النهاية عيد العنصرة ده عيد عظيم بيفكرنا بعطية ربنا العظيمة للبشرية، وهي الروح القدس المحيي. هو الروح اللي بيقوينا وبيوحدنا وبيقدسنا، وهو اللي بيخلي الكنيسة حية وفعالة في العالم. بنطلب من ربنا انه يملانا كلنا من روح القدوس، وانه يجددنا ويقوينا ويخلينا شهود امناء ليه في كل مكان. امين. اتمنى يكون الموضوع افادكم وقدم ليكم معلومات واضحة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة. انتظروني في موضوعات تانية كتير، واشكركم لحسن المتابعة. الى اللقاء.